مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في خبر عاجل يهم الجماهير الجزائرية. أصدرت السلطات الجزائرية قرارات جديدة بخصوص السفر إلى المغرب لدعم المنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا 2025. فما الذي تغير؟ ولماذا أصبحت الرحلة أكثر تعقيدا؟ التفاصيل في هذا الفيديو. مع اقتراب موعد انطلاق كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، يواجه المشجعون الجزائريون الراغبون في التنقل تحديات كبيرة في ظل غياب الرحلات الجوية المباشرة بين الجزائر والمغرب. هذا الوضع حول تونس إلى محطة عبور رئيسية، لكن هذا الخيار لم يكن سهلا، خاصة خلال فترة الذروة. خلال الأسابيع الأخيرة عرفت أسعار تذاكر الطيران من الجزائر إلى تونس ارتفاعا لافتا، حيث قد يتجاوز ثمن تذكرة الذهاب فقط نحو المغرب مرورا بتونس 560 يورو في بعض التواريخ. كما ارتفعت تكاليف الإقامة لحضور مباريات المنتخب الجزائري إلى ما بين 650 إلى 1460 يورو، ما جعل السفر غير متاح لشريحة واسعة من الجماهير. وفي سياق متصل، شدد بنك الجزائر المركزي شروط الاستفادة من حصة العملة الصعبة المحددة في 750 يورو، حيث أصبح الدفع الكتابي إلزاميا مع منع العملات النقدية، إضافة إلى اشتراط التوفر على حساب بنكي. هذه الإجراءات زادت من تعقيد الاستعدادات لدى المشجعين قبل انطلاق البطولة. كل هذه العوامل تطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الجماهير الجزائرية على الحضور المكثف في مدرجات كأس إفريقيا 2025 رغم الرغبة الكبيرة في دعم منتخب الخضر خلال هذه المنافسة القارية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد استعرضنا تفاصيل القرار الجديد بخصوص السفر إلى المغرب قبل كأس إفريقيا. شاركونا رأيكم في التعليقات. هل ستؤثر هذه التحديات على حضور الجماهير الجزائرية؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد كأس إفريقيا 2025.